خلال مناورة الجيش الجزائري الأخيرة فخر 2026 التي نفذها في منطقة بشار، لفت انتباه المتابعين ظهور مقاتلة سوخوي 30 الجزائرية، وهي تحمل بود التشويش الإلكتروني الروسي من نوع الساب 514، وهو واحد من أهم الأنظمة التي تمنح المقاتل قدرة أكبر على البقاء في ساحة المعركة. هذا النظام الروسي صمم أساسا للحرب الإلكترونية، ومهمته الرئيسية هي التشويش على رادارات العدو والصواريخ الموجهة، ما يسمح للمقاتل بتقليل احتمال اكتشافها أو استهدافها أثناء تنفيذ المهام القتالية. يثبت بود الساب 514 على أطراف الأجنحة كما يظهر في الصورة أمامكم، ويعمل على إرسال إشارات إلكترونية راديوية مضللة قادرة على إرباك أنظمة الدفاع الجوي المعادية، خصوصا الرادارات التي تعتمد على التتبع المستمر للأهداف الجوية. والأعظم في هذا النظام أنه يستطيع صنع نسخ وهمية لمقاتلة سوخوي 30. اللافت في ظهور هذا النظام خلال المناورات الجزائرية يعكس اهتمام القوة الجوية الجزائرية بتطوير قدرات الحرب الإلكترونية، وليس فقط التسليح التقليدي. وهنا تفهم بأن القيادة العسكرية الجزائرية لديها كوادر قمة في الاحتراف. التفوق لا يعتمد على الصواريخ والمقاتلات فقط. ملاحظة: النظام دخل الخدمة منذ سنوات، أي أنه ليس بالجديد. سوخوي 30 الجزائرية تعتبر أصلا من أكثر المقاتلات تطورا في المنطقة، لكن دمجها مع أنظمة تشويش مثل الساب 514 يمنحها قدرة أكبر على تنفيذ مهام الاختراق والهجوم حتى في بيئة دفاع جوي معقدة. كما أن ظهور هذا البود في مناورات ميدانية حقيقية وليس مجرد عرض ثابت قد يشير إلى أن الطيارين الجزائريين يتدربون بشكل متزايد على سيناريوهات حرب إلكترونية متقدمة تحاكي التهديدات الحديثة. وخلال السنوات الأخيرة أصبحت الحرب الإلكترونية جزءا أساسيا من أي مواجهة جوية، لأن تعطيل الرادار واحد أو تضليل صاروخ موجه قد يكون أحيانا أهم من إطلاق عشرات الصواريخ. ما تنسوناش بإعجاب واشتراك دعما لقناتكم العسكرية الجزائرية. إلى اللقاء إخوتي الكرام.